ازاي تبعت ايميل ويطلع بعديها بساعة من برنامج الاوتلوك. ده موضوعنا النهاردة، وهنتعلم بالاول واحنا نيو ايميل او بنكريت نيو ايميل ازاي الميل دوت يطلع من الجهاز بتاعنا بعديها بساعة بساعتين بثلاثة على حسب ما احنا بنكون عايزين. يعني بعض الاحيان ببقى محتاج ان انا اسيب المكتب بتاعي، بس محتاج ان الميل ده يطلع تأكيد على موضوع معين بعديها بساعة او بساعتين، او ممكن يبقى تاني يوم اجازة فانا محتاج ان الميل ده يطلع تاني يوم الصبح. ده بعض الاحيان بنحتاج للظروف دي، وفي الحالة دي لازم نسيب جهاز الكمبيوتر مفتوح والاوتلوك كمان مفتوح عشان الميل يطلع. في الحالة دي أول ما بنقول له إن أنا هبعت ميل، بروح هقول له أنا هبعت ميل على الريسيبينت أو الميل الفلاني، ولازم أروح على طول على الأوبشن وأقول له اعمل لي عملية ديلي للدليفري، اعمل لي عملية ديلي للدليفري، أجل لي شوية أو أخر لي شوية نقل الجواب دوت. وهنا طبعا في تفاصيل كتير هناخدها في حلقات مختلفة، لكن انا اللي يهمني دلوقتي ان انا اقول له ما تبعتليش الدونت ديليفر البيفور قبل يوم كام، لو هغير في الايام قبل الساعة كام. فانا هديليفر دلوقتي عندي على الجهاز زي ما احنا شايفين كده، عندي الساعة 10 و51، هقول له لا خليها لي 10 وطبعا دي مساء هخليها لي 10، ولو 51 عشان نظبطها مع حضراتكم نخليها مثلا 53 5-3، وده هيبقى مساء، وهقول له كلوز. السبجكت بتاعي هقول له ان انا هعمل في الحالة دي ديلي. طيب خلاص انا عملت الديلي، وهقول له ان ده تيست ايميل. المفترض ان انا دلوقتي هقول له سند وهيطلع لي الرسالة بتاعتي. المفروض ان هي موجودة فين؟ المفروض ان هي موجودة دلوقتي في الاوت. طيب التاريخ بتاعي هو الساعة بتاعتي هي 10:51. عادة لما هيجي يطلع في الساعة بيسيب الدقيقة، يعني احنا قلنا ال 52 تمام. طيب هو هيسيبها لي في نهاية ال 52، هنلاقي الرسالة دي اوتوماتيك طلعت وطلعت على السند، معنى ان هي راحت للسند ايتم، يبقى الرسالة خلاص كده طلعت من عندي. حتى لو انت عملت سند اند ريسيف وانت مديله اوردر مش هيطلع، هيطلعها لك في الوقت المناسب بالنسبه له هو. اول ما هيبتدي يخلص ال 52 على طول هيقوم عامل ديليفر للرساله اللي موجوده عنده. احنا منتظرينه لسه يطلع الرساله. طيب هنا بقى بعض الاحيان هنحتاج ان احنا نقول له لما الطرف الثاني يستلم عرفني ان هو استلم، وعرفني ان هو كمان قرأ. في الحالتين دول هنشرحهم في درس مستقل. طيب لحد دلوقتي هو ستيل ما طلعش الرسالة بتاعتنا، لان احنا زي ما قلنا هو دايما بيطلعها في نهاية المدة اللي احنا مدينها له. لو قلنا له في 53 هيطلعها لي في 53 10:53. منتظرينه كده خلاص طلعت. لما بصينا هنا كده خلاص بقت 53 طلعها لي في النهاية. نروح نبص على السند ايتم بتاعتنا هنلاقيها خلاص فعلا طلعت تمام. وده كان درسنا اليوم، وشكرا ليكم ودمتم في امان الله.